مرحبا بكم من جديد. حلقتنا اليوم حلقة استثنائية، وكيف لا تكون استثنائية ومعنا الأستاذ محمد كمال، هو مدير الرعاية في نينوى قسم الرجال. السلام عليكم أستاذ محمد، ورمضان كريم. سهلا. الله يحفظك. اليوم أول شرفتنا ورغبتنا بهذا البرنامج. الله يحفظكم. الشرف لي أنه أكون متواجد مع رفعة رأس الله يحفظك من خيرة شباب محافظة نينوى اللي تركتم بصمة جميلة جدا بعملكم الإنساني التطوعي بداخل محافظة نينوى. الله يحفظك. الحمد لله والشكر. أستاذ محمد، هاي العائلة مثل حاليا نحن موجودين بها، والكثير من العوائل زرناها بشهر رمضان خلال برنامج من الناس أغلبيتهم هي مسجلين على الرعاية ويقول لك تحت خط الفقر، لحد الآن إجانا الباحث وماكو شيء، فشو يعني التفاصيل عن هاي الحالات؟ أستاذي العزيز، احنا عمل أقسام الحماية الاجتماعية اللي تابعة لوزارة العدل. طيب هذا المكان ليس بسجن، هذا المكان هو مخزن يسكن به عائلة متكونة من 12 نفر. احنا اليوم متواجدين في منطقة صناعة أبواب الشبابيك في الجانب الأيمن. طبعا هنا ساكن أبو يوسف وزوجته وأطفاله، وأيضا الغرفة الثانية اللي هو نسيبه ساكن معاه بنفس البيت اللي هو أبو سجاد. ساكنين بهذا البيت. أبو سجاد أيضا هو متزوج ولديه 3 أطفال ساكنين بهذا البيت. أول ما دخلنا على البيت كان كهرباء، حاليا عبرت الساعة 4 قبل الفطور بشوية وطفت الكهرباء، وما يصل الكهرباء ولا يجي كهرباء على المنطقة إلى ثاني يوم الساعة 6 أو 7 الصبح، ولا اكو مكان أو خط مولدة يسحبون بها. فتتخيلوا يوم كامل تقضون عنده بدون كهرباء، لا تلفزيون ولا أي مقومات للحياة، بدون كهرباء ماكو أي حياة. فتصور أنت هالعائلة عايشين بهذا الوضع، ويقول الحمد لله والشكر نحن أحسن من غيرنا. إن شاء الله اليوم حتكون جزء بسيط من تغيير واقع حالة أبو يوسف ونسيبه وأبو سجاد. انتظرونا. رجع لكم من جديد بعد ما اخذنا العائلتين على المول واخذنا لهم ملابس العيد اللي هم يختاروها. طبعا كان بدعم من ست هلا فارس شوكت ومن معاه جزا الله خير المحسنين على تكفلهم بهذه العائله وجميع العوائل البرنامج. وايضا عندنا مبلغ مالي مقدم من شركه عمر عطار باشي لوكاله تجاريه السيارات، طبعا عنوانه بتقاطع البراوي، تكفلوا لهذه العائله ولجميع العوائل. وايضا عندنا مبلغ ثاني مقدم من شركه مارك إليس، طبعا شركه بالامارات واصحابها من الموصل، ايضا تكفلوا لهذه العائله ولعوائل الأخرى بالبرنامج. وأيضا عندنا بطاقة مقدمة من مدينة عاب ديلة سيتي السياحية في منطقة الشلالات. طبعا هاي إن شاء الله حتكون لعائلتين دخولية وكافة العاب لهم مجانا لمدة سنة كاملة. وأيضا عندنا مواد غذائية، جزا الله خير المحسنين تكفلوا بشراء الغذائية لهذه العائلة وجميع العوائل، إن شاء الله تكفيهم من أكثر من شهر. والفقرة الأهم من برنامجنا هي الأجهزة الكهربائية اللي يحتاجها المنزل. فالأجهزة جميعها هي أصلا ما موجودة بالبيت، مثل شفتم وضع البيت، هي مع عائلتين ساكنين بهذا البيت. وجدنا بازكلات اللي هي عندهم أطفال بالمدارس حتى إن شاء الله تسهل عملية الروح ورجع لهم البازكلات. وأيضا سخان ماء اللي أصلا ما عندهم سخان ماء يحمون على الكتلي ويسبحون، وبطاياتها إن شاء الله هاي للعائلتين. وأيضا لكل عائلة جبنا لهم شاشة بلازما لعائلة أبو يوسف وعائلة الثانية اللي هو عائلة نسيبه، جبنا لهم كل من شاشة بلازما. وأيضا غسالة إن شاء الله يستخدموا اثنيناتهم، غسالة من الملابس وأيضا براد. طبعا براد يكون جدا مهم مثل ما ذكرت انه هو يطفي الكهرباء عندهم وما عنده كهرباء الليل كله، فايضا تفيدهم ان شاء الله هذه المجمده. وايضا طباخ وبنفس الوقت هو فرن ان شاء الله يستخدمونه. وايضا المروحه وطفائيه. طبعا كل هاي الاغراض هي ايضا نذكر العائله وجميع العوائل فقرات البرنامج اللي هي بيها ضمان لمده سنه كامله، فان شاء الله اي شيء حيكون بيها مشكله لمده سنه كامله فراح يتبدل لهم بقطعة جديدة. وأيضا عندنا فطور مصلاوي مقدم من مطعم محلة 21 في مدينة الموصل القديمة، تكفل لهذه العائلة ولجميع العوائل. وأخيرا وليس آخرا اللي حب يتكفل بعائلة أبو يوسف وجميع العوائل اللي على مدار البرنامج يتواصل معنا أكيد على الخاص أو الأرقام اللي حنخليها بوصف المنشور، وإن شاء الله نحن بدورنا أو نجيبهم على العائلة أو نحن إن شاء الله نوصل الأمانة
لهذه العائلة والجميع الأوائل. نلتقيكم إن شاء الله في منطقة جديدة أو ناحية جديدة، ومع السلامة.